عاجل: مصرع 13 شخصا وإصابة 2 في حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص بأسيوط. قبل أي تفاصيل لايك للفيديو، اشتركوا وفعل الجرس من كلمة الكل عشان خاطر يوصل لكم الجديد والترند. لقي 13 شخصا مصرعهم بينما أصيب شخصين آخرين في حادث تصادم وقع بين سيارة نقل محملة بالأسمنت وسيارة ميكروباص على طريق القوسية الزراعي في أسيوط، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى القوسية المركزي والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي. وكان اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى اخطارا من مأمور مركز القوسية يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين، أحدهما نقل محملة بالأسمنت والأخرى ميكروباص على طريق القوسية الزراعي. وبالانتقال تبين وأن الحادث أسفر عن مصرع 13 شخصا وإصابة 2 آخرين، وتم نقل الأشخاص إلى مشرحة المستشفى القوسية المركزي والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي. وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية ورفع آثار الحادث. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يرحمهم يا رب ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته، اللهم امين. لحد كده خلص الفيديو، ما تنسوش تصلوا على النبي وما تنسوش تدعموا القناة، ومع السلامة.